يا مساء الفل عليكم، أهلا بيكم معايا في قناتي حريف كورة. طبعا احنا علشان نبدأ لازم نصلي على النبي مبدئيا، ولازم ان احنا نفعل الجرس ونعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في عالم كرة القدم. طبعا مع بداية الدوري العام بداية من ماتشات امبارح، كان في ماتش للزمالك استطاع ان هو يفوز فيه، وكان في ماتش لبيراميدز حقق التعادل. النهارده كان في ماتش للاهلي مع مودرن سبورت. طبعا احنا لو احنا شفنا مجريات اللقاء احنا كنا شايفين وبالتاكيد ان فريق الاهلي هو المستحوذ عن طريق عدد التمريرات، عن طريق الاستحواذ الايجابي في المباراه. ولكن احنا كعاده ماتشات الفرق الكبيره مع ماتشات الفرق اللي هي من وسط الجدول، احنا بنشوف ان بتبقى معظم المباراة من طرف واحد، وبيبقى عبارة عن تكتل دفاعي للفريق اللي هو نقدر نقول الأضعف، مع إن معظم فرق الدوري ما بقتش أضعف، بقى فيه تدعيمات. ولكن علشان تقدر تجاري الفرق الكبيرة بيبقى صعب عليك، علشان كده أنت بتلجأ كمدرب إلى التكتلات علشان تحفظ ما واجهك في المباراة، اللي هي لو قدرت ان انت تحقق التعادل يا اهلا وسهلا، لو قدرت ان انت تحقق الفوز فدي بتبقى واحدة من المفاجآت اللي بتحصل كل فين وفين للفريق. طبعا احنا لو احنا شوفنا تشكيل النادي الاهلي هنقول ان ده تشكيل تنزل تفوز بيه 4-5 على الاقل. ده بناء على اللي حصل في سوق التدعيمات في النادي الأهلي، وكمان المباريات اللي تمت، المباريات الودية قبل بداية الدوري كان النادي الأهلي بيفوز فيها 4-5. وطبعا بناء على اللي حصل الجمهور كان متعشم ان فريق الاهلي هتبقى بدايه قويه، خاصه ان النادي الاهلي حامل لقب السنه اللي فاتت. ولكن على غير العاده كان الماتش اي نعم من طرف واحد، ولكن قدر مودرن سبورت ان هو يجيب جون والتاني، والاهلي اتعادل في الجون التاني. وان كانت الاجوان اللي حققها النادي الاهلي ما كانتش عن طريق الصفقات، لان احنا شفنا ان محمد شريف اتغير بجراديشيار، حتى ان كان في بعض عدم الرضا من الجمهور على اداء محمد شريف. ولكن اجوان الاهلي اتحققت عن طريق احمد رضا وعن طريق ياسين مرعي. طبعا لو احنا شفنا مجريات الامور كان في بعض اللعيبه بعيده تماما عن مستواها، وواحد زي قفشه. لو احنا شفنا اللقاء كنا هنشوف ان مجدي عبد العاطي قدر بكل ما اوتي من قوه، وفي حدود امكانياته، وفي حدود صفقاته، وفي حدود بدايه دوري. انت لسه في اول لقاء. طبعا انتوا عارفين ان اللقاءات الوديه او التحضيريه للدوري غير اللقاءات الرسميه، وده بالفعل اللي احنا كنا بنقوله في فتره التحضير للدوري او في فترات الاعداد، ان انت مش معنى ان انت بتفوز 4-5 ده معناه ان انت تقدر اي فريق هيقابلك في الدوري ان انت هتفوز عليه 4-5، لان اللقاءات الرسمية بيبقى فيها بعض التحفظات، بيبقى فيها بعض الخوف من الفرق اللي هي الاضعف. والدليل على كده ان بيحصل تكتلات، ليس الا تكتلات علشان الفرق دي تقدر تحقق معاك التعادل، او لو فوز يبقى يا اهلا وسهلا وبعيدا عن شبح الهزيمة. وبيقدر ان هو يعوض بقى عن طريق اللعب مع فرق في نفس المستوى، كلنا متعودين على كده. لو احنا لاحظنا ان معظم اللقاء كان عبارة عن استحواذ كامل من النادي الاهلي، كان في عبارة عن نسبة استحواذ اي نعم ما كانش فيه ايجابية قد كده على المرمى الا في نهاية المباراة. طبعا لان انت فريق حامل اللقب اتعادلت مع مودرن سبورت، بتحاول بكل ما اوتيت من قوة ان انت تقدر تحقق الفوز، خاصة ان ده اول ماتش في الدوري، فانت بتقول ان انا عايز اعمل الدفعة المعنوية خاصة للاعيبتي في بداية الدوري. ولكن نستخلص من اللقاء بين الأهلي وبين مودرن سبورت إن بالفعل أثبتت التجربة إن إمام عاشور لا يقل نسبة وجوده وتأثيره في فريق النادي الأهلي عن 60%، خاصة إن معظم نجوم النادي الأهلي كانوا بعيدين تماما النهاردة عن مستواهم. طبعا إحنا في تحليلنا على
قناتنا حريف كورة، احنا قناة محايدة، احنا لا نجامل فريق على حساب فريق، احنا ملناش دعوة بالاستوديوهات التحليلية، احنا ملناش علاقة ان احنا نجامل لاعب حتى لو مستواه ضعيف على حساب لاعب مجتهد. لو انت وصلت للنقطة دي وللمرحلة دي وللدقيقة دي في مشاهدتك للفيديو، اتمنى ان انت اولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ان انت تفعل الجرس، ثانيا ان انت تعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل ما هو جديد. انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل تحليل وتقديم رؤية فنية وملخص للمباريات، خاصة مباريات الاهلي والزمالك، طبعا دول فرق القمة، وانا على قد ما اقدر ان انا بقدم الرؤية الفنية لبعض الناس اللي ما قدرتش ان هي تتفرج على المباراة. اتمنى لو كان رؤيتي الفنية وتحليلي للمباراة على قد الحدث وانت قدرت ان انت تستفاد، ان انت اكتب لي في الكومنت ان انت بالفعل استفدت من وجودك معايا في القناة. ان شاء الله نلتقي مع بعض في رؤية فنية اخرى مع تحليل لمباريات اخرى للفريق الاهلي وفريق الزمالك بمنتهى الحيادية بدون تحيز لفريق على الاخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.